طيب انت دلوقتي خلصت 6 سنين ابتدائي، 3 سنين اعدادي، وزيهم 3 سنين ثانوي، وفوقيهم 4 سنين كليه، وبعد 16 سنه من التعليم ده رايح تقدم على شغل، لقيت ان مفيش شغل او في شغل موجود بس بمرتبات قليله جدا. طيب هو الفيديو ده اصلا معمول لمين؟ الفيديو ده معمول لحد من 3، واحد في كليه من كليات الشعب زي اداب، طب، تجاره، هندسه، حد مثلا خلاص اتخرج وشغال في مجال بس المجال ده مرتبه ضعيف او ما بيحبوش، او حد اتخرج واصلا مش لاقي شغل. الهدف من الفيديو ده ان انت تقدر توصل لاعلى مرتب ممكن في اقل فتره ممكنه بغض النظر عن شهادتك ايه. احنا في المثال التالي هعرض لك 3 اشخاص شغالين في وظائف مختلفة، وهشرح لك ازاي مثلا شخص شغال عامل لحد شخص متعلم مهارة وشغال بيها ممكن يكون الفرق بينهم عامل ازاي على مستوى كل حاجة في حياتهم. طيب احنا هنفترض ان احنا معانا 3 اشخاص ب3 مرتبات مختلفة، ال3 شغالين في نفس الشركة، بيصرفوا نفس فلوس المواصلات، نفس فلوس الاكل، نفس الايجار، نفس كل حاجة، الفرق بينهم بس البوزيشنز بتاعتهم. فاحنا معانا في الشخص الاول ده شغال عامل في شركة مرتبه 3000 جنيه في الشهر، الايجار بتاعه بمواصلات بالاكل بالشرب 2000 جنيه، فالشخص ده بيصرف اكتر من 70% من المرتب بتاعه على الاكل والشرب والمواصلات، يتبقى له 1000 جنيه يا دوبك بيعيش بيها حياته. على الجانب الاخر معانا شخص شغال مثلا كول سنتر مرتبه 12000 جنيه في الشهر، الارقام دي واقعيه جدا، وانا كنت عملت فيديوهات قبل كده بحكي عن ان انا ازاي وصلت للارقام دي من الشغل في مجال الكول سنتر. الشخص اللي شغال كول سنتر بيصرف نفس المواصلات والاكل والشرب اللي هم 2000 جنيه، فبيتبقى له 10000 جنيه في الشهر. ومعانا الشخص الثالث ده مرتبه 20000 جنيه، ده شخص متعلم مهاره مع لغه، شغال على اللابتوب بتاعه في قمه الروقان، بيصرف نفس فلوس المواصلات والاكل اللي هم 2000 جنيه في الشهر، وبيتبقى له 18000 جنيه في الشهر. تخيل كده الفرق من بدايه العامل لحد الشخص اللي معاه مهاره لحد الشخص الكول سنتر، هتلاقي ان في فرق شاسع في اللايف ستايل بتاع حياه كل شخص فيهم، وقد ايه كل شخص فيهم هو مبسوط بحياته. بالتالي نستنتج ان الحياه عباره عن مراحل، مرحله 1 2 3، ولنفترض ان هم 3 مراحل بس يعني. فانت كل ما مرتبك قل ومصاريفك زادت، كواليتي اوف لايف بتاعتك بقت اقل ومعاناتك هتزيد، والعكس صحيح. فعندنا العامل مثلا كل اللي بيقدمه وقته، بالتالي في ناس كتيره جدا ويلنج او عندها القابليه ان هي تقدم وقتها، فبالتالي المرتب اللي بياخده قليل جدا. على عكس مثلا الشخص اللي معاه لغه وشغال كول سنتر، بالتالي في ناس كتير مش معاها لغه فهيدفع له فلوس اكتر. حط على ده مثلا شخص معاه لغه ومعاه مهاره كويسه، فبيقدم لغه مهاره فبيدفع له فلوس اكتر، وكل ما خبرته بتزيد كل ما بيدفع له فلوس اكتر، فبالتالي هو مش بيتحاسب على وقت، بيتحاسب على وقته وخبرته، فبيكون وقته اغلى بكتير من اللي بيقدم وقته بس. طيب دلوقتي لو افترضنا ان مرحله العامل هي 1 انك تشتغل في الكول سنتر مثلا، 2 انك يكون معاك مهاره وبتدفع لك الاكسبيرينس بتاعتك دي، 3 ازاي تنتقل من مرحله 1 لمرحله 3؟ ده اللي هنقوله في السكشن ده من الفيديو. طيب انت دلوقتي حد مش معاك اي سكيل، انت في البدايه محتاج ان انت تشتغل اي شغلانه بتجيب لك فلوس، ويا سلام لو بتخليك تحتك بالكوربريت لايف ستايل اللي هو تشتغل في شركات. انا من وجهه نظري ومن تجربتي لقيت ان الشغل في مجال الكول سنتر هو افضل حاجه ممكن تعملها، ويا سلام لو معاك لغه هتحوش فلوس، هتحتك بالكوربريت لايف ستايل، هتاخد شويه كوميونيكيشن سكيلز كده جامدين جدا هينفعوك في الكارير بتاعك كله. لو عايز تعرف اكتر عن القصه بتاعت الكول سنتر دي هتلاقي في فيديوهين تقريبا نازلين على الشانل بتاعتي تقدر تشوفهم. طيب هنفترض مثلا ان انت هتتعلم مهاره او يعني لغه في الوقت ده عشان تشتغل مثلا كول سنتر، انا ما رجحش ان انت تشتغل كول سنتر بالعربي نهائي. ليه؟ لان انت الشخص اللي شغال كول سنتر عربي والشخص اللي شغال كول سنتر انجلش الاثنين بيقعدوا نفس الوقت بيعملوا نفس الشغل، اللي شغال بالانجلش بيدفع له 3 اضعاف اللي بيشتغل عربي. فانا هرجح لك لو انت عندك رفاهيه انك تقعد مثلا 6 شهور سنه بتتعلم لغه، اعمل كده، اقعد اتعلم انجليزي، مش لازم توصل لمستوى جامد جدا في اللغه، بس اتليست تعرف ان انت تعمل كونفرزيشن مع شخص، ده كل المطلوب منك. بعد ما انت اتعلمت اللغه هتبتدي تقدم على شركات كول سنتر، وتبتدي تنزل شغل كايجنت في اي شركه كول سنتر وتحوش منها فلوس. طيب انت دلوقتي خلاص اشتغلت كول سنتر وبقيت مثلا بتقبض 10 12000 جنيه في الشهر، تمام، وبتحوش مبلغ عشان تنفست المبلغ ده في مهاره اللي هي بعد كده هتخليك تكتسب اكسبيرينس، فيبقى بيدفع لك عشان الاكسبيرينس بتاعتك مش عشان مجرد وقتك. طيب تعرف المهاره دي ازاي اصلا؟ في البدايه خلينا متفقين ان هو المهاره مش بتساوي الباشن بتاعك. يعني انت ممكن مثلا تكون حابب الحاجات الهاند ميد جدا، بس الحاجات الهاند ميد دي مش بتاكل عيش. يعني انت مثلا بتقعد اسبوع بتعمل شنطه وبتبيعها ب 300 جنيه تكسب منها 20 جنيه، فدي كده مش مهاره. المهاره مش بتساوي الشغف بتاعك، المهاره هي حاجه انت حاببها وتكون مطلوبه في سوق العمل، يعني بيدفع عليها فلوس. طيب خلينا نقول شويه مجالات سريعا كده بينطبق عليها المواصفات اللي احنا اتكلمنا فيها دي. عندك مجالات اتهرست كتير على النت يعني،
بس المجالات دي فعلا بتكسب فلوس وانا شغال في واحد منهم. ابتدي بالماركتنج لان هو ده المجال بتاعي حاليا. الماركتنج جواه حاجات كتيره جدا، وخليني اقول لك برضو ان مثلا لما حد بيقول لك تتعلم ماركتنج، برمجه، الحاجات دي جواها مجالات بتشبع الصفات اللي موجوده فيك. يعني انت مثلا لو شخص ارتستيك بتحب الرسم والكلام ده، فانت ممكن تشتغل في الماركتنج في الديزاين، يعني تشتغل ديزاينر. لو انت مثلا حد اناليتيكال وبيحب الارقام والكلام ده كله، تشتغل في الماركتنج مثلا او في البروجرامينج كديفلوبر. فكل مجال من المجالات دول هو تحته مجالات مصغره تقدر تشتغل فيها. فانت هتمسك سكيل من السكيلز دي، او هتقعد مع حالك كده تشوف تقول مثلا انا ممكن اكون حابب الديزاين، الكونتنت كرييشن، البروجرامينج، وتبتدي تاخد كراش كورسز في المجالات دي. ايه هو الكراش كورس اصلا؟ ده يعتبر زي مجموعه فيديوهات كده مصغره، بتكون مثلا ساعتين 3 ساعات، بتديك اوفر فيو عن المجال. فهتدي لنفسك مثلا هتقول انا هدي للكونتنت كرييشن اسبوع، هدي للجرافيك ديزاين اسبوع، هدي للبروجرامينج اسبوع، وتبتدي تاخد كده نبذه او تجيتها فيلينج اوف المجال ده، اللي هو تحس كده بالمجال. هل الكلام اللي انت بتسمعه من الانستراكتور اللي بيديك الكورس ده حاسس ان انت ممكن تشتغل في المجال ده؟ وهقول لك حاجه لذيذه قوي، انت ممكن تاخد مثلا التايتل بتاع مثلا كونتنت كريتور وتروح على اليوتيوب وتكتب كونتنت كريتور لايف ستايل، هتلاقي في ناس شغاله في المجال ده وبتقول لك هم بيعملوا ايه كل يوم، ايه يعني التاسكس اللي هم بيعملوها on a daily basis. بس خلي بالك لان اغلب الناس دول بيجملوا قوي الشغل بتاعهم يعني. فانت خلي بالك من الحته بتاعت الكونتنت كرييشن دي لان فيها خدعه. يعني هو ممكن يقول لك بصحى الصبح بعمل كوفي وبعدين بنزل اروح على الاوفيس بتاعي. يوم في حياة يوتيوبر. اول حاجه بس زرعت السنيك بلانت بتاعتي، واي يوتيوبر ما عندوش سنيك بلانت ما يقولش على نفسه يوتيوب. كوبايه القهوه المظبوطه ونطلع على الجيم واحنا بنتمشى كده مع بعض. عايز اقول لك خليك للاخر عشان اقول لك بكسب كام من اليوتيوب. طيب هنخش تمرين رجل سريعه، نخش التمرين اللي بعدها، دي بلعبها من غير الشوز، انت مش متهيألك ولا حاجه. وبعدين هنخش نلعب عقله وخلاص ضن التمرينه، ناخد الصوره الجميله وباي باي. بعدها نطلع على المحلاوي عشان نجيب كبده بلدي لزوم البروتين. بعدين بخش تشيك الكومنتس عندي، بعمل لاف للي بيحبوني وبلوك للي بيكرهوني، وابلع بعضها بقصب عادي جدا. بس هو اصلا يعني ساعات ممكن يكون بيصحى ما بيلحقش يغسل وشه وينزل جري على المواصلات، التاسكس بتجيله فوق دماغه، يفضل شغال لحد ما الشيفت يخلص. فخلي بالك من الحته دي. الغرض من ان انت تشوف اللايف ستايل بتاع حد ان انت تفهم هل لما انت تكون موجود مكان الشخص ده هتكون فعلا حابب اللايف ستايل ده ولا لا. هنفترض مثلا ان انت هتقعد شهر تجرب كراش كورس وتشوف لايف ستايل للفيلد اللي انت هتخش او للفيلد اللي انت حاسس انك مهتم بيه. بعد الشهر ده هتلاقيني نزلت فيديو على الشانل بتاعتي بقول لك ازاي المهاره اللي انت اخترتها دي تبتدي ان انت تخش سوق العمل بيها. اللي هو بقى الحته بتاعت انا مش معايا اكسبيرينس والناس طالبين اكسبيرينس، وانا عشان اخد اكسبيرينس لازم ان هم يدخلوني الشركه. هتلاقيني بحل لك المعضله دي لان انا مريت بالتجربه دي لما انا كنت بحاول اخش مجال الماركتنج. فهتلاقي الفيديو ده ظهر هنا على الاوترو سكرين لو انت بتشوف الفيديو في وقت انا خلاص كنت خلصت فيه الفيديو، او لو بتشوف الفيديو متاخر شويه هتلاقيه موجود على الشانل بتاعتي. وشكرا.